تونس وتأهلت جنوب أفريقيا، ناميبيا ومالي. حاتم، غابت تونس وغابت الحلول الهجومية التي عانى منها المنتخب التونسي خلال هذه البطولة وحتى في بطولات سابقة. أكيد صحيح، بداية البطولة لم نبدأ بشكل جيد، خسرنا المباراة الأولى أمام ناميبيا، من المفروض أن خسرنا أمام الحلقة الأضعف بين ظفرين، يعني ناميبيا ظهرت بشكل جيد وكانت أفضل منا في المباراة الأولى وانتصرت. في المباراة الثانية أعتقد أنه وضعنا المباراة الثانية وإن كانت مالي على المستوى الفني أعلى منا، لكن على المستوى كنا قادرين أن نحصل على 3 نقاط، فأكيد أن وضعنا المباراتين الأوليين ثم نأتي المباراة اليوم. وأعتقد يمكن على مستوى الاستحواذ كنا أفضل بقليل، لكن على مستوى الفرص التي تكون أنت الطرف الأفضل تكون لديك الفرص 4-5 فرص، لم نصنع الفرص السانحة للتسجيل باستثناء بعض الفرص من يمكن جويني. لا أعلم هل العرضية الطيفي كانت في راس جويني بالشكل التي يتعامل معها بشكل أفضل، لأنه احنا اليوم شاهدنا العرضية وجويني أنا أعتقد كانت بعيدة قليلا. قام المدرب ببعض التغييرات لكن لا أعتقد أن قدموا الإضافة المطلوبة. كنت أتمنى أن يبقي أن يلعب بال4-4-2 مهما كان، معناه يبقي الجزيري وجويني مع بعض، لكن على كل حال هذه اختيارات المدرب. إيشاك بالنسبة لهذه يعتبر ضربة كبيرة للمنتخب التونسي، لكن أنا أفكر الجماهير الرياضية بشكل عام. 94 كان انسحاب من الدور الأول، 96 وصلنا النهائي، 2002 كان انسحاب من الدور الأول، 2004 فزنا بكأس أفريقيا. هذه لعل الانسحاب أن يكون انطلاقة ثانية إلى الأفضل، إلى العودة، إلى عودة اختيار مدرب. الآن الجامعة التونسية قادمة على الانتخابات، نتمنى ينتخب رئيس جامعة كفء قادر على تطوير الكرة مع تضافر الجهود، مع أنه يمكن أن حقبة معينة في لاعبين جدد أكيد شباب وفي لاعبين يمكن سيغادرون المنتخب، والمستقبل إن شاء الله يكون سأعود لك للحديث. انتهت البطولة بالنسبة للمنتخب التونسي، هذا الملف يغلق، يفتح الآن ملف التقييم، المحاسبة، التغيير والبحث عن التحسين. المفروض في بلاد تحترم نفسها أن دائما بعد كل بطولة سواء إيجابية أو سلبية هناك تقييم. احنا شنو التقييم متاعنا؟ أننا نرميو الكرة على المدرب، وكأن المدرب جاء في أوبر وحده وخذا المنتخب، لأن ما شفتش أنا إنسان الاتحاد أو قدم استقالته فشلنا. مش حرام الفشل، ممكن تجتهد وتفشل في الآخر تفشل، لكن المشكلة أن نرميو الكرة على المدرب ومن بعد نرميو الكرة على غيره من بعد شنو باش تحسن؟ لازم بطبيعة الحال أنا نقول له الليدرشيب هام جدا، المسؤول اللي يحكم هام جدا. لماذا؟ لأن كي يكون قوي باش يجيب ناس نظاف وناس يخدموا، كي يكون ضعيف ويحب يخدم نفسه يجيب ناس اللي تسمع كلامه. وهذا اللي صار في الاتحاد نتاعنا، أن ربي يفك أسره رئيس الجامعة يحكم وحده، وفي ناس مساندته، والقوة أنه في صحافة مساندته في وقت ما، وفي ناس مساندينه. ها وين وصلنا؟ وانا قلتها 2014 راهو الكرة نتاعنا باش تمشي للحاضي من 2014. راهي الكرة نتاعنا اوكي. اليوم خسرنا وخرجنا من الدوري الأول. مين باش يقيم ساعة؟ مين؟ أعطيني مين باش يقيم؟ الاتحاد باش يقيم؟ عمره ما قيموا. خرجنا 94 وخرجنا في عديد المناسبات وخسرنا ومشاكل ومهازل، ما ثماش شكون يقيم. ولهذا لازم تغيير، لازم حان التغيير. وقتاش باش نغيروا؟ حتى تطيح علينا الدار، حتى تطيح علينا، لازم نغيروا، لازم أفكار جديدة. يا أخي اللي ياخذ مكان لازم مسمار شحاة هو يبقى على 15 و 20 سنة. اليوم نسمع في المسؤولين بعد ماتش ناميبيا انه اعطاوا فرصه للمدرب يعطي فرصه لكم انتم زاد. يا اخي جا المدرب وانتم جبتوه، تحملوا المسؤوليه. ما نقولوا فشلنا ونمشيو على راحتكم، بارك الله فيكم، وغيروا، نجيبوا ناس جدد، ونجيب افكار جديده، ونجيبوا اراء جديده، ونجيبوا ناس عندهم الشجاعه باش يغيروا. ما نخافش من فلان وفلان، ما نخافش من الجمعيه هذه، غيروا قوانين نتاعنا.
نشوفوا مع الوزاره مع الدوله نحاولوا انه نحسنوا الملاعب نتاعنا، نعطيو امكانيات اكثر للفرق نتاعنا. اليوم الفرق تعاني، ما عادش باش تلقى اليوم فرق كبيره ما لقاتش رئيس نادي، ما تلقاش. اليوم الفئات الشبابيه في المنتخبات ديما تخرج من الدوري الاول، ما عندناش. اليوم المراكز ما ثماش مراكز تكوين. اليوم الانتقالات معناتها عشوائيه وفوضى، الكره نتاعنا فوضى. مين معناتها الفوضى هذه باش انه نجيبوا ناس ونحاولوا نجلسوا ونحاولوا نقعدوا. انا نتمنى لي بلاتو اليوم ما عادش نحكيوا على المباراه هذه، انا ما نحكيش عليها المباراه هذه، لان المنتخب تكون بفوضى، لا مدرب كبير ولا لاعبين كبار ولا كل شيء. حتى في الاختيارات ديما تلقى مشاكل. نتعداو نمشيو كيفاش نمشيو، ما نغيروش المدرب ونقفوا نقولوا لا نجيبوا مدرب نحن بالزرتي نجيبوا فلان وفلان ومن بعد حتى المدرب ما يقدر. اليوم المشكله ان الكره والرياضه بصفه عامه تراجع كبير، حتى اللي باش يدخل يخاف، لان لازم ثوره كبيره في الرياضه نتاعنا. والثوره هذه كان الرجال ما تقدرش، الثوره ما تقدرش، هذه المرتعشه ما تقدرش تعمل ثوره. كان الرجال اللي نجم يخافوش، اللي ما عندهمش مصالح، لا مصالح تاع مسؤوليه لا مصالح ماديه. والقوي يجيب القوي، والضعيف يجيب الضعيف، والنظيف يجيب النظيف، والفاسد يجيب الفاسد، هذه معروفه. اليوم شوف المنتخب نتاعنا، حتى تشوف التسيير. والله ما نحبش نحكي على الاتحاد، خاطر انا قلت رايي في الاتحاد وقت اللي كان عندي راي، قلت راي، لكن اليوم تخطيت الاتحاد، اقوى من الاتحاد واقوى من الوزاره واقوى من كل شيء. اليوم ماذا بينا الناس كل تجتمع مع بعضها والناس تعطي اراء ونحاولوا نحسنوا، لكن باراده. اذا ما ثماش اراده تغيير. طيب، مضطر أخرج إلى فاصل كابتن طارق، ثم نعود نتحدث أكثر عن ما حدث للمنتخب التونسي خلال هذه الدورة من 3 مباريات والخروج من دور المجموعات مع حاتم طرابلسي وطارق. يبدو لي حسب ما خص به موفد قنوات بين سبورتس نافع بن عاشور، جلال القادري يقدم الاستقالة بشكل غير مباشر على كل. سيتم تأكيد هذا في اللحظات المقبلة فيما يخص مستقبل الكرة التونسية. حاتم حسب تصريحات جلال القادري، حسب ما تفضل به الكابتن طارق ذياب قبل الفاصل، يبدو أن الإخفاق والأخطاء هي أخطاء بشر، هو خطأ وإخفاق مسؤول عاجز في تونس عن إنتاج أفكار ناجحة، أفكار صبورة لصالح الكرة التونسية. هو اولا ما وصل به المنتخب التونسي اكيد نتاج لعمل سنوات التي كان يترأسها السيد وديع الجريد، فاكيد المشاكل لماذا وصلت الكره التونسيه الى المستوى الذي نحن عليه الان. لكن في الاخير معنا ردا على ما قاله السيد جلال القادري مدرب المنتخب، الكره نتائج، كره قدم هي نتائج، واليوم هو مقتنع بذلك، هو يعلم جيدا انه لما لا يحقق النتائج او يدرب منتخب لديه تاريخ اكيد انه استتم يا اما اقالته يا اما انه هو يقدم الاستقاله. وهذا انا اعتقد انه مدرب اجتهد ولم يصب في بعض الاحيان على مستوى التشكيل وعلى مستوى اختيارات بعض اللاعبين، او بعض الاحيان يتاخر على مستوى التغييرات، وهذا وارد. لكن عوده الى نجاحات المنتخب التونسي، نحن في بعد فشل 94 تم تعيين السيد كاسبر زاك في الوقت الذي بعد الفشل، كان منح الحريه للعمل وعمل بشكل جيد، وكان تنافس كبير، وحققت تونس نجاحات وعادت الى كاس العالم من بعد غياب 20 او 25 سنه، ثم حققت نهائي في جنوب افريقيا في امام جنوب افريقيا وخسرنا المباراه النهائيه. فاليوم اذا اردنا النجاح لابد من اختيار مدرسه قادره ان نتعامل معها بشكل جيد والابتعاد عن التأويلات. انا اليوم اذا اردت مع كل احترامي وانا كل احترام سيد جلال القادري، انا نتكلموا لاحد، انت المدربين الكل اللي يدربوا في افريقيا $200,000 تسمع في الشهر و150,000، واحنا مدربنا ياخذ 11,000 يورو، يعني مقارب 30,000. معناها انت ماذا وفرت للمدرب وماذا اعطيت للمدرب على المستوى كامكانياته وكراته وكذا، ثم تحاسبه كما تحاسب مدرب الجزائر او مدرب المغرب او مدرب مصر او مدرب. لا، انا ضد هذه الفكره. لكن مع هذا
هو يعلم وانا احترم فيه انه قام بالتصريح وكان هدف التصريح تحلى بالشجاعه الادبيه، تحلى بالشجاعه ولم يكن بنعمل عن رده فعل بالرغم من حمله التنمر التي كانت عليه هذا المدرب. ونحن اكيد نختلف معه على مستوى الامور الفنيه ونحمل مسؤوليته كذلك، نحمل مسؤوليه خروج المنتخب التونسي لانه هو الاطار الفني، لكن بدون ان ندخل في امور شخصيه، واكيد انه يعرف هو اليوم سيغادر المنتخب. لكن كذلك احنا عندنا بعض الاسماء اللي قادرين اليوم ان نبني عليها لمستقبل المنتخب. لما ناتي اليوم العيدوني، لما نتكلم على صخيري، نتكلم على الطالبي مريح وان كان كذا، نتكلم على بن سعيد موجود، حارس النادي الصفاقسي سابقا دحمان، وكذلك حارس الترجي منميش اليوم، وحارس النادي الافريقي اليوم معز حسن. لكن مزود حارس الترجي منميش حارس صغير في السن يمكن سيكون له مستقبل. احنا نتكلم كهذا في حراسه المرمى، يعني موجود في حراسه المرمى كظهير ايمن، موجود كشيرز الصغير، موجود ظهير ايمن النادي الافريقي الزعلوني ظهير ايمن جيد وعنده امكانيات وقادر ان يكون في المستقبل كتنافس على المستوى. فقط المركز الوحيد الذي نعاني فيه هو راس الحربه. اتمنى ان نجد راس حربه في المستقبل. على كل وصلنا لنهايه هذا الاستوديو. يعطيك الصحه.